السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي ثبت جناني واجعل الحق على لساني. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد، أحباب الكرام، إخوة الأكارم، أخوات الفاضلات، تحية من القلب. معكم إبراهيم المهالي ربيع قرطبة. أسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم. هذا مقطع لن أطيل فيه الكلام، ومقطع صغير أتحدث فيه عن مسألة متعلقة بالشأن الأمازيغي. لا يخفى عليكم أن هيسبريس الجريدة الإلكترونية قامت بواحد الاستفتاء مفاده: هل توافق على ماذا؟ على قبول الأسماء الأمازيغية، يعني أن تسجل في الحالة المدنية. يعني هل تقبل وتوافق على يعني الاعتراف وعلى ماذا؟ موافقة تسمية بالأسماء الأمازيغية أو شيء من هذا القبيل. أقول يعني للأسف الشديد، يعني أنا أستغرب لبعض العقليات المدجنة والتي عششت فيها القومية أو القومجية العربية باسم الدين أو باسم لست أدري الوطنية. يعني لو صيغ هذا السؤال بالطريقة التالية كما ذكر بعض الأحباب، لو صيغ هكذا: هل توافق على معاملة الأمازيغ في المغرب كأحرار أم كعبيد؟ وهل توافق على أن يعيش الأمازيغ في المغرب؟ يعني سبحان الله، حق من الحقوق الطبيعية يستفتى فيه. بالله عليك، أتقبل أيها المسلم في المغرب، أيها المغربي، هب أنك من أصول عربية، أتقبل أن يوضع هذا الاستفتاء؟ هل تقبل أن يوافق على اعتماد الأسماء العربية في الحالة المدنية؟ أتقبل هذا؟ علما أن المغرب دولة أمازيغية بحكم التاريخ، بحكم الشعب. الأمازيغ يعني سكان شمال إفريقيا، وشمال إفريقيا جلها أرض أمازيغية مسلمة. أنا لست يعني متعصبا للعرق الأمازيغي، أنا أتعصب لدين الإسلام وأفتخر بديني وعقيدتي والإسلام وتوحيدي. أما أمازيغيتي فهي يعني أصلي الذي أنتمي إليه، والإسلام لم يمنعني من أن أفتخر بأصلي ما لم يكن في ذلك عنصرية وازدراء الآخرين. وأفتخر بالعربية، أنا أخوة العرب وأتكلم العربية وأحبها لغة القرآن، لا جدال في هذا، حتى لا يزايد عليه بعض الحمقى. بعض الحمقى كلما أنا تكلمت عن القضية الأمازيغية يغني لك عن العربية. أنت تكره العربية، بالله عليك بأي لغة أتحدث الآن وبأي خطب أتكلم الآن؟ الأمازيغ يعني شهد التاريخ أنهم أسير العربية. لكن نعود في هذه النقطة. السؤال: هل هناك ضابط؟ هل هناك دليل في القرآن والسنة يلزم المسلم بأن يتسمى بأسماء عربية؟ البعض يقول لك: أنتم الأمازيغ تريدون أن تتسموا بأسماء الكفار، أسماء الكفار، يوغرطا، جوبا، مسينيسا، ماتوب. يعني سبحان الله، يقول لك هذه أسماء للكافرين فلا يجوز التسمي بها. طيب، أنت تتسمى بأبي بكر، وكتسمى بعمر، وكتسمى بعلي، وكتسمى بجموعة من الأسماء لعرب كانوا جاهليين، أي كانوا كفرة، طيب ثم أسلموا. وهناك أسماء لعرب عرفوا في التاريخ الإسلامي كبكر وكتغلب وكوائل وكأسد وغيرها من الأسماء العربية الجاهلية، ومع ذلك تسمى بها المسلمون على مر التاريخ. هنا ما كتعقلوش وما كتجبلوش مسألة الكفر. الكفر فقط متعلق بالأمازيغ. سبحان ربي، ما هذا الجهل! سبحان الله. في التاريخ ديالنا عرف العلماء من بلاد ما وراء النهرين، من بلاد خراسان، من بلاد فارس، كنفطوية أو نفطويه، كسيبوية، سيبويه، أو راهوية أو راهويه. أسماء هذه هي أسماء عربية؟ هل زايد عليهم أحد في انتمائهم وحبهم للغة العربية؟ إسحاق بن راهوية، إمام نفطوية، وهكذا من الأسماء. لا، الأمازيغ وحدهم هما اللي ما عندهمش الحق يتسموا بأسمائهم. ما العيب في أنير؟ ما العيب في أسفو؟ ما العيب في تنيرت؟ ما العيب في أيور؟ ما العيب في إدير؟ هذه أسماء. أين المشكل فيها؟ الإسلام لم يحرم ولم يمنع الناس من التسمي بثقافتهم. العيب في الاسم، إذا كان في الاسم معنى قبيح كمثلا عبد الشمس، أو مثلا فيه معنى شركي أو فيه معنى وثني، نعم أتفق معك. لكن اسم عادي، يعني بالله عليك، لماذا يجوز عند هؤلاء أن يتسمى الرجل بحمزة لكن يحرم علي أن أسمي ابني إزم؟ وحمزة هي إزم. سبحان الله، ما الفرق بين هذا وذاك إلا في الحروف وفي النطق وفي اسمته؟ سبحان الله، هذا جهل. ذلك من حق الأمازيغ أن يتسموا بأسمائهم، وهذه إهانة للشعب الأمازيغي
أن يستفتى على حق من حقوقهم، أن يستفتى على حق من حقوقهم، هذا باختصار شديد. ولا تزايدوا علينا بالعربية وبالإسلام، نحن مسلمون ونحب الإسلام ونحب العربية ونتكلم العربية ونقرأ اللغة العربية، ولكن لن نتنصل أبدا عن تاريخنا وثقافتنا وموروثنا وعرقنا وانتمائنا. نحن يعني سبحان الله، يعني بالله عليك، الأتراك والماليزيون والأندونيسيون وغيرها من الشعوب التي هي ليست شعوب عربية، هل يعني تخلت عن ثقافتها لقبول الإسلام؟ هل تخلوا عن لغتهم من أجل قبول الإسلام؟ بل أبدعوا أكثر من العرب بالمناسبة، أكثر الدول تقدما حاليا في المجال الدراسي، في المجال الاقتصادي، جميع المجالات. الدول الإسلامية غير العربية، تركيا، ماليزيا، أندونيسيا، سنغافورة، في حين الدول العربية مقابل هي الشك بالشك والشطيح والرديح ياك، وموازين والأغاني وعرب ايدولز والسخافات والثقافات، وبغاو نحن في بلداننا ينشروا لنا اسماء يدعوا انها عربيه، نانسي ليندا وجدت التخربيق ولا ريهام، حتى ما كنعرفوهاش حنا. ثقافتنا المغربيه ما كنعرفوش اسم ريهام، ما كنعرفوش اسم ديال نهاد، اش هاد الاسماء؟ ما غاديش يعني من حق اي شخص ان يتسمى بما يريد، باش ما نقول انا كنمارس القمع، لا، لكن فقط ابين ان ثقافتي لن اتخلى عنها، وادعو الناس ان يتمسكوا بها، لأن الأمازيغية ارتبطت بالإسلام 13-12 قرن. ثقافتنا لما كندورو بالشلحة فيها الإسلام، معاني إسلامية، أسماءنا معاني جميلة طيبة. لذلك يعني هذه مزايدات تافهة من بعض القومجيين العروبيين، والذي يؤسفني أن تغلف باسم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم إبراهيم المهالي المصمودي الحاحي الأمازيغي. السلام عليكم.